السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. فمن بعد هذا الغياب اللي غبرت عليكم البنات بزاف في القناه، فانا جيت معايا واحد لاطاغ اللي كتجي هائله. كيجي المذاق ديالها زوين، فنخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. تابعوا الفيديو حتى الاخير. بالنسبه للمقادير البنات غنخليهم لكم مكتوبين اسفل الفيديو. كنحتاجو هنا بالنسبه للعجين ولا لو بسكوي، كنحتاج واحد البيضه اللي كتكون كبيره، كنحتاج ساشي ديال فاني سنيده، وغادي نمزجهم هكا بالفوي. بالنسبه للبيضه البنات قلت لكم من الاحسن تكون بيضه كبيره، ياك ما تكونش البيض صغير، تكون كبيره. وساشي تاع الفاني، قبيصه ديال الملحه والسكر سنيده. كنمزجو مزيان مزيان حتى كتبان لينا سنيده بحال الا اندمجات مزيان مع هذا. زدنا عليها هذيك القبيصه الملحه وكنزيدو الزيت. صافي كنعاودو نخلطو مزيان بحال هكا. المهم كما قلت لكم البنات المقادير غنخليهم لكم مكتوبين بالضبط في خانه الوصف. هنا كناخذ دقيق، كندير الغربال، حيت ضروري الدقيق عندي يكون مغربل. صافي هنايا كنحتاج البنات الدقيق اللي غادي يجمع ليا الخليط. ياك هنا تقريبا البنات خدا ليا هاد الخليط واحد 220 غرام ديال الدقيق. مهم هنا يقدر ياخذ لكم ما بين 200 حتى 250 غرام ديال الدقيق. فكما كنقول لكم على حساب الخليط، يعني البيض حتى هو كيلعب دور الا كانت كبيره ولا صغيره. المهم كنزيد واحد الساشي ديال الخميره وكنجمع مزيان لاباط بايديا بحال هكا. ما كندلكوهاش البنات، كنجمعوها غير هكذا بحال الصابلي. صافي حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون متماسكه بحال هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. شفتوها البنات كيفاش دايره؟ صافي هنايا البنات كنديرها في واحد الساشي وكنغطيها مزيان وكندخلها للثلاجه ساعه حتى لساعه ونص. هنا منين دازت ساعه ونص جبتها ودرتها بين جوج ورقات ديال الطبخ ولا البلاستيك الغذائي اللي كان عندكم متوفر. هنا غادي نبدا نسرحها كيف ما كتشوفوا بالمدلك حتى غادي تولي واحد لاكوش اللي ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه. المهم خاصها تكون عاديه. هنا البنات كنحتاج واحد المول اللي كيكون فيه 26 سنتيم، مول خاص بلا طاغط. شوفوا البنات كيفاش كتكون هكذا على هذه الطريقه. صافي كنلبس العجين ديالي المول مزيان. كنبقى كندير هكذا كيف كتشوفوا البنات، وغادي نبقى نقاد هذوك الجوانب ونبقى نزيد في البلايص اللي ما فيهمش العجين حتى كنقادها مزيان. هنا كنكون البنات سخنت الفرن على 170 درجه. انا كندير الفرن على 170 درجه في هاد في لي بات هكا ديال لاطاغط ولا في الكيك كندير الفرن على 170 درجه. المهم كل سيده عارفه الفرن ديالها على اش غادي ديروا. كنشعلو من الفوق ومن التحت حتى كيسخن مزيان. كنطفي الفوق وكندخل لو بسكوي ديالي الوسط ديال الفران على 170 درجه كما قلت لكم. صافي هنا كيف كتشوفوا ثقبت هكذا البسكوي وغندخلو للفران وغادي نخليه واحد ما بين 10 و 12 دقيقه، غير نص طيبه البنات. ياك صافي هنا خليته كيطيب ودابا غنجيو باش نصايبوا لا غارنيتور ولا الحشوه. كندير 4 تاع صفرت البيض، شويه ديال المليحه وساشي ديال الفاني. كنمزج مزيان. كنزيد هنايا درت هنايا نقولوا تقريبا البنات معلقه كبيره ديال سنيده ونص، حيت انا عبرت غير بمعلقه صغيره كما شفتوني، درت غير بمعلقه صغيره فتقريبا معلقه كبيره ونص تاع سنيده. 3 ديال الحكاك ديال الياغورت. من الاحسن يكون هذا الياغورت اللي كيكون بحال هكا، راكم شفتوه. من بعد كنزيد 200 مليلتر ديال الكريمه السائله الخاصه بالطهي. انا درت هاد النوعيه هادي، تقدروا ديروا اي نوع غير تكون خاصه بالطهي. صافي كندمجو مزيان مزيان حتى كيتحل لينا هذاك دانون مع لا كريم. المهم كينسجم كلشي مع بعضياتو. دابا كنزيد شويه ديال القشور ولا البشور ديال الحامض.
كيبقاو اختياريين. انا كيعجبني النكهه الحامضه، داك الشيء علاش درتها. نتوما ما كتبغيوش ما ديروهش، نورمالمون ما كيداش، غير انا زدتو وصافي. صافي كنبقاو نطربوا بحال هكا بالفوي تاع اليد حتى كنحصلوا على واحد لا كريم اللي كتكون هكذا ملسه ولا ليس، اللي كتجي بحال هكا. صافي هنا خرجت البسكويتين من بعد ما طاب نص طيبه، درت عليه هذاك لو ميلونج وغادي نعاود ندخلو للفران وغنخليه ما بين 30 و 35 دقيقه. المهم على حسب الفرن البنات، يقدر تجي لكم حتى ل 40 دقيقه على حسب الفرن، حتى كيبان لكم راه هو تنفاخ و وصافي ونشف. صافي ديك الساعات كتطفيو عليه لتحت وكتشعلو الفوق شويه باش يتحمر لكم بحال هكا ضروري. عاده من بعد كنمشيو باش نخليوه يبرد مزيان مزيان. دابا غنمشيو باش نطلعوا لا ميرينغ ديالنا ولا البيض. كندير البيض، كندير قبيصه د الملحه، كندير الباتور الكهربائي. هنا ضروري البنات الباتور الكهربائي حتى كيبان لينا بحال هكا كشكش بحال هكذا. من بعد كنبداو نديرو سكر كلاصي. فانا هنا البنات السكر كلاصي درت 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، ممكن ديروا اقل الا ما المهم اللي ما كيبغيش السكر ممكن يدير غير اقل، ممكن ديروا غير معلقه واحده عامره. انا درت 2 معالق تقريبا عامرين. المهم راكم مش كتشوفوا عيني ميزاني. المهم كنبقى كنطرب هكا بالطرب الكهربائي حتى كطلع ليا لا ميرينغ مزيان مزيان. غير هنا البنات راه من الضروري هذاك لو بسكوي ملي كنخرجوه من الفران ديك لا طاغط خاصها تكون بارده. صافي هنا كيف كتشوفوا البنات كنحصلوا على ميرينغ اللي كتكون بهكا، واخا كنكفيو بهذاك لو بول ما كيجرى ليها والو، ما كتنزلش. صافي هنا كنبقى نغطي الوجه هكا غير عشوائيا بحال هكا ب بهاديك لا ميرينغ اللي صايبت. راه هنا البنات ضروري لو بسكوي ديالكم يكون بارد بدرجة حرارة المطبخ، ما ديروش في الثلاجة، خليوه ملي تخرجوا من الفران حطوه غير فوق البوطاجي ديالكم وخليوه باش الا درتو فيه هاد لا ميرينغ ما تجمعش لكم في الطياب. بحيث الا كان هاد لا طاغط سخونه ودرتو على لا ميرينغ غادي تجمع لكم وغيجيكم الشكل ديالها ما زوينش من الفوق. صافي هنايا البنات كما شفتوا ليسيت هذاك الوجيه من الفوق ديالها تاع لا ميرينغ. ودابا كندير غير هكا غير خطوط عشوائيه بالفرشات وغادي ندخلها للفران اللي شاعل فيه غير الفوق بوحدو، وما كنتزعزعش من حداها نهائيا. كنقابلها مزيان حتى كتولي بحال هكا كتمسوها كتحسوا بها راه هي قصحت من الفوق. صافي من بعد كنخليها حتى كتبرد شويه، كتاخد درجة حرارة المطبخ وكنحطها في الثلاجة باش تبرد شويه وتجمع راسها. وكنزين هذيك الساعات بالسكر الثقيل وبالصحة والراحة. مهم البنات هنا بالنسبة للتزيين راكم حتى كتخرجوها من الثلاجة يعني حتى كطيب وداك الشيء وتشد راسها وتحطوها في الثلاجة، عاد كتخرجوها ملي كتبغيو تقدموها كديروا عليها سكر ثقيل. وهذا كان هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا. فهي كتجي البنات لذيذه لذيذه لذيذه، كتجي زوينه. المهم كتجي واحد الطاغط في شكل اخر. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، واكيد البنات الا جربتوها غادي تعجبكم. وما تنساونيش من لي كومونتير ومن لي جيم ديالكم. وشكرا لكم بزاف وخليتكم على خير، والى فيديو لاحق ان شاء الله. باي باي.